بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الأول الإعدادي يا سنة أولى. هنحل دلوقتي محافظة البحر الأحمر، رقم الامتحان 25 من كتاب الامتحان صفحة 103. طيب، خريطة العالم بيقول لي رقم 1 دائرة عرض، حفظتها بتعدي في جنوب أفريقيا، يبقى ده مدار الجدي. إنما لو كان الخط هنا أهو يبقى ده هو خط الاستواء لأنه بيعدي في نص أفريقيا. لو كان فوقنا أهو يبقى مدار السرطان لأنه بيعدي في شمال أفريقيا. يبقى عندك 3 دوائر عرض حددهم بقارة أفريقيا زي ما أنا معلماك. يبقى رقم 1 دائرة عرض مدار الجدي، هتلاقيها برضو بتعدي في في قارة استراليا. رقم 2 المحيط، ده هو المحيط الأطلنطي، ده هو المحيط الأطلنطي، لكن ده هو الهندي. رقم 4 عايز قارة ده هي قارة استراليا. طيب احنا نسينا نقول اقليم مناخي، 3 اقليم مناخي ده بيتكرر كتير، احفظوا يا سنة اولى. ده هو الاستوائي وشبه الاستوائي، حتى انت هتعرفه، هتلاقي خط الاستواء بيعدي من عنده. ده اكتر اقليم بيتكرر في الامتحانات ويسالني في الحته دي، ده الاقليم اسمه ايه؟ هقول له الاستوائي وشبه الاستواء. وهنا برضو نفس اللون الاخضر الغامق، ده هو الاستواء وشبه الاستواء، وده الاستواء وشبه الاستواء. 3 اقاليم مناخيه موجود في اسيا وفي افريقيا وفي امريكا الجنوبيه، بيمر عند خط الاستواء. اكتر حاجه بتيجي في الامتحانات افريقيا العالمه دي، فانا اقول له الاستواء وشبه الاستواء، بس ممكن يجيب لي هنا في امريكا الجنوبيه عند خط الاستواء برضه، فانا اقول له الاستواء وشبه الاستواء. عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة تنشأ عادة فوق المحيطات بالمنطقة المدارية، دي اسمها ايه؟ الأعاصير. مناطق متصلة أو منفصلة من سطح الأرض ولكنها متشابهة في الخصائص المناخية، الأقاليم المناخية. متوسط حالة الجو فترة زمنية طويلة يبقى المناخ، إنما لو فترة زمنية قصيرة يبقى الطقس. تحرك الجليد المتراكم على جوانب الجبال إلى أسفل بسرعة شديدة، الانهيارات الجليدية. تقاس شدة الزلزال بمقياس ريختر، صح. تؤدي البراكين إلى خصوبة تربة الأراضي القريبة منها، صح، لأن البراكين دي فيها معادن، نحاس ومغنيسيوم وحديد، فمفيدة للأراضي الزراعية. اختر العامل الأساسي المؤثر في سقوط الأمطار التصاعدية هو الحرارة. السؤال ده هو مهم وحلو، تحس انه سؤال كده عايز تفكير شويه. يبقى العامل الاساسي المؤثر في سقوط الامطار التصاعديه هو الحراره، لانها موجوده عند خط الاستواء. اشد المناطق المتوقع حدوث زلازل بها هي في قاره اسيا في الجهات الشرقيه. ادي قاره اسيا ودي خريطه الزلازل. يبقى اسيا شرقها في زلازل. طب بيقول لك في الغرب، هو غرب اسيا قاره اوروبا اصلا. طب بيقول لك في الشمال مفيش اي علامات بتدل على زلازل. طيب انا عندي في الجنوب تحت مش هينفع نختاره، لان هو انا اصلا عندي في الجنوب الشرقي اللي ناحيه الشرق، يعني في الجنوب اللي ناحيه الشرق في اسيا، فاكتر منطقه فيها زلازل شرق اسيا. للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري يجب توليد الكهرباء من ايه؟ من الرياح، لانها نظيفة غير ملوثة للبيئة. تعد رياح الهبوب التي تهب على السودان من الرياح المحلية. رياح الهبوب في السودان رياح محلية، ورياح الخماسين في مصر رياح محلية، بما تفسر سقوط الأمطار طوال العام على إقليم غرب أوروبا. السؤال ده هو مهم، احفظه صم سيء اسمك، سؤال مهم جدا. ليه بتسقط الأمطار طوال العام في إقليم غرب أوروبا؟ دي الإجابة بسبب وقوعه في نطاق الرياح العكسية الغربية. ممكن يجي السؤال بالعكس، يقول لك ما النتائج التي ترتبت على وقوع مناخ غرب أوروبا في نطاق الرياح العكسية الغربية؟ أقول إيه في الإجابة؟ أقول كده: أصبحت أمطاره طوال العام. فيا إما يجيب لك أمطاره طوال العام تكتب الرياح العكسية الغربية، يا إما يجيب لك الرياح العكسية الغربية وأنت تكتب إن أمطاره طوال العام. يا رب تكون فاهمني يا سنة أولى. بما تفسر حدوث التصحر لعدة أسباب، منها أسباب طبيعية: 1 تناقص كميات الأمطار، زحف الرمال على الأراضي الزراعية. 3 ودي من الأسباب البشرية: قطع الأشجار، إزالة الغطاء النباتي، الرعي الجائر والغير منظم، الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، تملح التربة نتيجة استخدام طرق الري التقليدية. قارن بين
إقليم مناخ البحر المتوسط والإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي من حيث الخصائص المناخية. طبعا أسهل إقليم انت تحفظه الاستواء وشبه الاستواء، سهل جدا. ليه؟ لان انت هتقول حرارة مرتفعة امتى؟ طوال العام. امطار غزيرة تسقط امتى؟ طوال العام. يبقى امطار تسقط طوال العام، حرارة مرتفعة طوال العام. اسهل اقليم البحر المتوسط، لان ده شبه مناخ مصر، واحنا عاملين اغنية حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. ده إقليم البحر المتوسط، الخصائص المناخية حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، زي ما أنا قلت لك، وعايز من حيث الخصائص المناخية بس. طب الإقليم الاستوائي شبه الاستوائي حرارة ورطوبة مرتفعة طوال العام، أمطار غزيرة طوال العام. ثانيا التاريخ. من هو أعلن الحرب على أنطونيوس وكليوباترا السابعة؟ ده أكتافيوس. ملكة مصر تظهر مقبرتها روعة الرسم على الجدران، الرسم على الجدران وتلوينها. ده كان في مقبرة مين؟ نفر تاري. نفر تاري ده هي مهمة جدا. بدأ في عهده مرحلة الضعف والانهيار. بدأ في عهده مرحلة الضعف والانهيار ده بطليموس الرابع. بطليموس الرابع اللي هيبتدي فيه دولة البطالمة تضعف. إنما لو قلت لك آخر الملوك الأقوياء في الدولة البطلمية هتقول لي بطليموس الثالث. طيب تولى حكم بلاد الإغريق بعد مقتل فيليب المقدوني، بعد مقتل أبيه. ما هو أبيه ده فيليب المقدوني. مين؟ الإسكندر الأكبر. أطلق على عهده عصر الشهداء دقلديانوس. أدى مقتله إلى حرب أهلية في روما يوليوس قيصر. من هو تاني؟ أنا هعيده تاني لأن كل الأسئلة فيه مهمة يا سنة أولى. أعلن الحرب على أنطونيوس وكليوباترا أكتافيوس. ملكة مصرية تظهر مقبرتها روعة الرسم على الجدران في مصر القديمة نفرتاري. بدأ في عهده مرحلة الضعف والانهيار لدولة البطالمة بطليموس الرابع. تولى حكم بلاد الإغريق بعد مقتل فيليب المقدوني الإسكندر الأكبر. أطلق على عهده عصر الشهداء دقلديانوس. أدى مقتله إلى حرب أهلية في روما يوليوس قيصر. كل الأسئلة دي مهمة جدا. ما النتائج التي ترتبت على معركة أكتيوم البحرية؟ 3 نتائج. 1 انتصار أكتافيوس. 2 انتحار أنطونيوس وتبعته كليوباترا السابعة. 3 أصبحت مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد. ما النتائج التي ترتبت على تعدد ثورات المصريين ضد البطالمة؟ أدى إلى ضعف دولة البطالمة وسقوطها. أدى إلى ضعف دولة البطالمة وسقوطها، أو ممكن تكتب أدى إلى سقوط دولة البطالمة، أو ممكن تقولها بطريقة تانية كان من أسباب ضعف دولة البطالمة. خد بالك هو هنا في السؤال عايز ما النتائج، مش عايز بما تفسر. ركز يا سنة أولى. ده علامة صح أو غلط. عرف المصري القديم العديد من وسائل التسلية والترفيه. صح. تعرف الكتابة القبطية بخط رجال الدين. خطأ. المفروض الكتابة الهيراتيقية. ساعد تقدم المصري القديم في الكيمياء على تحنيط جثث الموتى. ساعد تقدم المصريين القدماء في الكيمياء على تحنيط جثث الموتى. هنا الإجابة هتبقى غلط، لأن المفروض الطب. تقدم المصريين في مجال الطب هو اللي ساعدهم على تحنيط جثث موتاهم. إنما لو قالك المواد المستخدمة في التحنيط، لو قالك المواد المستخدمة في التحنيط يبقى الكيمياء. طب لو قالك في نبغ العلماء التحنيط ده كان في مجال إيه؟ كان في مجال الطب. اعتمد الرومان على المصريين في تولي الوظائف المهمة. طبعا هنا الإجابة خطأ. أعلن الإمبراطور قسطنطين سياسة التسامح الديني مع المسيحيين. صح. من صفات المواطن الصالح المشاركة في حل مشكلات المجتمع. صح. الصورة اللي أمامك دي صورة إيه؟ منارة الإسكندرية. حدد أهمية هذا الأثر. كانت تستخدم في إرشاد السفن في البحر. كانت تستخدم في إرشاد السفن في البحر. لماذا عرفت الحضارة البطلمية باسم الحضارة الهيلينستية؟ عرفت الحضارة البطلمية باسم الحضارة الهيلينستية ليه؟ أقول لأنها مزيج بين حضارتين، المصرية والإغريقية. لأنها مزيج بين حضارتين، المصرية والإغريقية. قارن بين المعابد الجنائزية ومعابد الآلهة. عايز الغرض وأمثلة ليه.
السؤال ده هو مهم جدا يا سنة أولى، يا ريت تحفظه صم. المعابد الجنائزية الغرض منها إقامة الصلوات وطقوس الجنازة عن المتوفي، مثل معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري غرب الأقصر، معبد الرمسيوم الذي أقامه الملك رمسيس الثاني. عند معابد الآلهة الغرض منها إقامة الشعائر وتقديم القرابين للآلهة، مثل معبد الكرنك، معبد الأقصر، معبد أبو سمبل. ماذا يحدث إذا لم يتجه الإسكندر الأكبر لفتح مصر؟ كان هيحصل إيه؟ لم يضمن لجيشه مصدرا غنيا من الغذاء. 2. لم يلقب بأعظم الفاتحين. يبقى 1. لم يضمن لجيشه مصدرا غنيا من الغذاء. 2. لم يلقب بأعظم الفاتحين. السؤال اللي بعد كده، دلل اهتم البطالمة بإنشاء المعابد في مصر. اهتموا البطالمة بإنشاء العديد من المعابد، مثل معبد الإله حورس في إدفو، ومعبد الإله إيزيس في جزيرة فيلة. هنكتب السطرين دول. براعة المصريين القدماء في فن النحت. دلل حيث تم نحت الكثير من التماثيل منذ بداية التاريخ على صخور شديدة الصلابة، وخير شاهد على ذلك تمثال أبو الهول. هنكتب الثلاث سطور دول. يا ريت يا سنة أولى ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وتشترك في القناة وتضغط لايك عشان قنواتي تظهر في وسط قنوات اليوتيوب، لأن أنا بنزل الفيديو ده من هنا، خصوصا المحافظات اللي مش محلولة بصبح ألاقي قنوات كتير نقل الفيديو عندها نفس الكلام بنفس الاسطمبة اللي أنا بقولها عندها في قناة اليوتيوب. فيا ريت تساعدني يا سنة أولى عشان مجهودي ما يضيعش على الأرض، إن علي الفيديو بتاعي باللايك وبالتعليق الجميل، وإنك تشترك في قناتي، وربنا معاكم يا سنة أولى.